بما ان الترم التاني على الابواب، والمره اللي فاتت كان التصميم بتاعنا موجه لطلبه المدارس وعملنا مع بعض الليبلز اللي بتتلزق على الكتب، فالنهارده هنعمل تصميم للمدرسين. والتصميم ده طبعا نقدر نكسب منه فلوس بكذا طريقه، من ضمنها ان احنا نستخدمه للربح من مجال الطباعه بالطلب. عشان اوصل لفكره التصميم ده قعدت اقلب في ميرج انفورمر، واللي ما يعرفش ميرج انفورمر فهو الاداه اللي انا بستخدمها عشان الاقي افكار جديده، اعرف اكتب ايه في العنوان والوصف بتوع التصاميم بتاعتي، ومميزات تانية كتيره جدا. وتقدروا تحصلوا على خصم 20% لما تستخدموا الكود ده وانتوا بتشتركوا في ميرج انفورمر. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدا في تصميم النهارده. تصميم النهارده هنعمله بطريقه مجانيه عن طريق كانفا، وانا النهارده هستخدم كانفا من على اللابتوب او الكمبيوتر، وانتوا طبعا تقدروا تستخدموا النسخه اللي على الموبايل. ومش هنعمل اي حاجه خالص بالخطه البرو، كل الحاجات اللي هنعملها النهارده هتكون بالخطه المجانيه. فتحت كانفا بالشكل دوت في الخطه المجانيه بتاعتي، وهاجي هقف هنا كده واقول له create a design، ومن تحت هنا هقول له ان انا عايزه custom size، وهقول له ان المقاس بتاعي التصميم بتاعي يكون 5000 بكسل في 5000 بكسل، وده اكبر مقاس انا اقدر اعمله على كانفا. وهقول له create new design، وبختار المقاس دوت عشان يفضل التصميم بتاعي جودته كويس. اول حاجه هعملها هنزل كده دي من تحت هنا، انا مش محتاجاها. والجمله بتاعتي اللي انا عايزه اكتبها هي 100 days of doing teacher stuff، هقسمها على جزئين. فهاجي من هنا كده وهقول له add a heading، وهكتب 100 days، وهخلي كل الحروف بتاعتي كابيتال اوف. بعد كده هقول له add a heading مره تانية، وهكتب هنا كده doing teacher stuff بالشكل ده. هغير الخط بتاعي، وهاجي من هنا كده هغير الخط بتاعي، وده الخط اللي انا هستخدمه. هتلاقوا كل الخطوط موجودة تحت في صندوق الوصف. هصغر الخط كده بالشكل ده، وهوسع من هنا عشان انا عايزة الجملة دي كلها تيجي كلها في سطر واحد. من بوزيشن هنا هحطها في السنتر، ودي برضو في السنتر. هعمل بقى بيج جديدة هحط فيها الاشكال او الاليمنتس اللي انا عايزة استخدمها في التصميم بتاعي، وبعد كده هرفعها فوق هنا. بس هشتغل في الصفحة الجديدة عشان تبقى رايقة واسهل لي كتير في الشغل. من elements هنا كده هكتب هنا كده كلمة back to school، وهقول له see all. هلاقي عندي الشكل بتاع النوت بوك ده كده، هضغط عليه، ولما اضغط عليه هيطلع لي الماجيك ريكومنديشن. هقول له see all. هختار اكتر من شكل ليهم علاقة بالدراسة. هختار الستيكي نوتس دي، وهختار الاقلام الشمع ديت، وهختار النضارة، وهختار كمان شكل المنبه. اعلم عليهم كلهم كده مع بعض وهصغرهم وهضيف. وهنا انا ضفت باليتة الالوان بتاعتي. باليتة الالوان ديت تقدروا تحملوها جاهزة من اللينك اللي موجود تحت في صندوق الوصف، وتحطوها هنا كده عن طريق ابلود زي ما شرحنا في فيديوهات سابقة. هرصص بقى العناصر بتاعتي كده، بس هلف الباليتة دي واحطها فوق كده بعيد، وهرص العناصر بتاعتي زي ما انا عايزة. احط المنبه هنا، خلي الاقلام دي على جنب، وهنا كده هحط الستيكي نوتس دي، والكراسات او النوت بوكس دي كده هلفها بالشكل ده. والمنبه هكبره شوية وهدخله هنا، وهنزله تحت شوية كده. والاقلام دي هجيبها هنا كده واصغرها واحطها هنا، بحيث عايزة الاشكال كلها كده تبقى مترابطة مع بعضها. زي ما انتم شايفين كل العناصر اللي قدامنا دي عناصر مجانية، مع انها شكلها بروفيشنال جدا. وتقدروا تعرفوا اكتر عن عناصر مجانية احترافية اكتر واكتر، ومحدش يعرف عنها حاجة، لان هي ليها اكواد خاصة عن طريق الكتيب اللي موجود الرابط بتاع تحميله تحت في صندوق الوصف. الكتيب ده انا جمعت لكم فيه عدد كبير جدا من الكلمات المفتاحية اللي نادرا ما حد بيكون عارفها. تقدروا تستخدموا كل الكلمات اللي فيه عشان تحصلوا على عناصر احترافية. هغير بقى الالوان بتاعتي. اللون ده كده هختاره يبقى اخضر، وزي ما انتم شايفين مجرد ما حطينا الباليت بتاعتنا هنا الالوان جت هنا كده اوتوماتيك. اللبني دوت احوله للون الاخضر ده، بس هاجي من هنا كده واحوله لافتح شويه. واللبني ده خليه يبقى بنفسجي عشان تبقى نفس روح التصميم واحده. هغير لون المنبه دوت كده هخليه اخضر، وتاني واحد ده هخليه بالاصفر، وده كده هخليه بالبينك الغامق، وده كده هخليه بالبينك الفاتح. بعد كده هغير لون الستيكي نوتس، ده كده هخليه اصفر، وده هخليه اخضر، وده هخليه بينك، وده هخليه بنفسجي. الكشاكيل ديت كده هخلي اللون دوت باللون البينك، واللي في الاخر ده برضو هخليه يبقى بينك. والاورنج ده هخليه اصفر، وده هخليه بالبينك الغامق بالشكل ده. يجي الدور على الاقلام الشمع ديت. اول واحد ده هخليه بينك، وبعد كده اخضر، واللي بعده ده برضو اخضر، وبعد كده اصفر، عشان يبقوا كلهم واخدين نفس الروح. هعلم عليهم كلهم كده واقول لهم جروب. كررهم مرة تانية. هخلي اللي تحت دي موجودة عندي احتياطي،
في بقى حاجة مهمة جدا عايزين نعملها، هي اننا اصلا هنخلي دوت الكتابة ديت باللون الابيض، عشان انا عايزة التصميم بتاعي دوت يطبع على تيشرتات لونها غامق اسود زيتي وهكذا، وهخلي الباك جراوند بتاعتي باللون الاسود. هكبر بقى دوت كده شوية، ومن فايل هنا كده هقوله view settings، وبعدين هقوله show rulers and guides. هيطلعوا لي المساطر دي فوق وتحت بالشكل ده. هخلي الاول العناصر بتاعتي هنا كده في المنتصف، واحط جايد عند بدايتها وجايد تاني عند تقريبا نهايتها، وهاجي هنا بقى كده عند كلمة 100 days off هكبرها. doing teacher stuff هكبرها برضو بالشكل ده. هرفع التصميم بتاعي شوية لفوق، بان هو اصلا هيكون على تيشيرت، فعايزاه يكون مالي الجزء اللي فوق دوت كده. وده كده الشكل النهائي للتصميم بتاع النهاردة اللي خاص بالمدرسين. عشان بقى احمل التصميم بتاعي دوت بخلفية شفافة، هعمل منه اول حاجة نسخة كمان كده بالشكل ده، وهمسح اللون اللي في الخلفية دوت تماما. هخلي بقى لون الخلفية بتاعي هنا كده لون زي الرمادي ده كده، لون ما يكونش متضارب مع الالوان اللي موجودة في التصميم بتاعي، وهحمل الصورة بالشكل ده. وهنا مش متاح في الخطة المجانية ان انا احمل الصورة بخلفية شفافة، ده فقط متاح في الخطة البرو، فانا هحملها عادي بالخلفية بتاعتها وهقوله داونلود. وهروح على موقع من مواقع ازالة الخلفية بشكل مجاني، وهتلاقوا البوست دوت على المدونة فيه كذا طريقة تشيلوا بيها الخلفية بشكل مجاني. وهشيل الخلفية بتاعتي، وبكده بقى عندي التصميم دوت جاهز ان احنا نكسب منه في مجال الطباعة بالطلب. ولو عجبكم تصميمي النهاردة يبقى اكيد هيعجبكم التصميم اللي في الفيديو ده، لانه برضو تصميم حلو جدا للمدرسين واي حد بيشتغل في قطاع التعليم عموما. شوفوه وقولوا لي رايكم، والى اللقاء في فيديو جديد. دمتم بخير، باي باي.